الجو بدأ يحرر وعايزين أكلات تيك أواي. تعالوا نعمل أكلة تعتبر من الأكلات الخفيفة اللطيفة الظريفة. يلا بينا يلا بينا. معايا بصلاية متقطعة، حطيت الأول مادة دهنية بس حاجة خفيفة كده، يعني نص معلقة مادة دهنية مش كتير. قطعت بصلاية وحطيت كيلو لحمة مفرومة تمام كده، وحتة توم اللي احنا كنا مفرزينها، وديت هريسة الشط تمام. ودي برضو اللي هي البرتقالي دي هريسة شطة مع توم. هنقلبها كويس بحيث تعصيقة اللحمة طبعا. كلنا عارفين، لو مش لو عايزة تستغني عن اي حاجة انا قلتها تقدري، يعني هريسة شطة مالكيش فيها احطيها، يعني ما تحطهاش تمام. والحقيقة ملح وفلفل وتوابل اللحم، رش جوز الطيب اختياري، عايزة تحطيها حطيها، مش عايزة بلاش. وهنا النهاردة هعملها معايا بلبن بس. البشاميل، البشاميل هعمله بلبن بس، مش هحط شوربة. تقدري تحطي نص شوربة ونص لبن تمام. هحط عليه ربع معلقة صغيرة من السكر، بيديله طعم وبيبقى طعمه جميل كده وجوسي تتخطف كده تمام. ورشة فلفل اسمر او ابيض، ورشة جوز الطيب اختياري، وملح وفلفل شوية سكر، رشة سكر، ورشة جوز الطيب اختياري. هتقولي لي رشة السكر ليه؟ هقولك بتديها طعم وبتنقل البشاميل بتاعك في حتة تانية. طيب انا عملت لبن بس، هحط طبعا مادة دهنية، احط زبدة، احط معلقتين زيت على البشاميل. هنا هتابع اللحمة، واللي متابعني عارف ان انا ما بسلقش المكرونه. هنا حطيت الزبده وحطيت نص طماطميه على اللحم متقطعه صغير، حط 3 معالق زيت على البشاميلي وحته زبده حلوه كده عشان الدسم وتبقى البشاميلي متدعم. هقولك على حاجة اختياري، يا تحطي على البشاميلي مع بعد ما تستوي معلقة جبنة كيري يا مثلثين من جبنة النستور اختياري. معايا هنا نص كوباية، نص يعني كوباية كبيرة، نص كزرونة من المية، يعني كوباية كبيرة من المية. هحط عليها على حسب البشاميل. انا هنا هعمل صينيتين حلوين، لو هتعملي صينية واحدة حطي 3 معالق دقيق ومعلقة نشا كبيرة مليانين مترامين. هنا هعمل صينيتين بس، انا عشان بعمل المكرونه نيه، فطبعا يعني البشاميل مش هيبقى معايا تقيل بحيث ان هو اللي هيسوي لي المكرونه. وهقلبه كويس بحيث ما يبقاش فيه تكتلات خالص. لو خايفه من التكتلات تقدري تصفيه مصفة اليانسون دي تصفيه تمام. هقلبه لحد ما يغلي معايا واشوفه تخن معايا الدرجه اللي انا عايزاه، وهوريهولك في الاخر. بيبقى لقيت البشاميل قليل على الصينيتين اللي هعملهم، ورحت عملت معلقتين دقيق ومعلقه نشا، ضربتهم في نص كوبايه ميه وحطيتهم تاني، والحقيقه قلتلك عليه. ومفيش هنا بقى هاخد الدسم اللي على الوش كده واحطه على البشاميل، بينقلها في حته تانية خالص. دسم اللحمه ده احطه على البشاميل بيبقى بيديها طعم حلو، ولان انا مش عامله بشوربه، كله توابل، كله حبهان وتوابل اللحمه، بيبقى لها طعم تاني. لازم تغلي معاكي بحيث ان الدقيق يستوي والنشا. انا هنا اللي متابعني من غير تحمير دقيق في سمنه ولا زبده ولا سلق مكرونه، هختصر لك خطوات كتير باختصار، مش هتاخد معاكي ربع ساعه في المطبخ تمام. هحط بقى بالبشاميل كبشتين. بصي تقلي البشاميل ما يكترش عن كده، يعني اقل من كيك، من عمايل الكيك الخليط بتاع الكيكه بشويه، بحيث ان هو ده اللي هيسوي لي المكرونه. مكرونه نيه اجيبها كيس من المنتج للمستهلك وبحطها تمام كده. حطي بقى شويه كبشه بشاميل كده على المكرونه. البشاميل ده اللي بيربط لي ما بين المكرونه، رق المكرونه واللحمه والرق اللي فوق. من غير البشاميل هتبقى معاكي مفرفطه كده، وكل حاجه منفصله عن بعضها. البشاميل معايا دسم وطعمه زي ما قلت لك. تقدري تحطي على البشاميل جبنه كيري، كريمه لباني، قشطه، تحطي مكعبين مثلثات او 3 اللي يعجبك.
انتي بتعمليها على حسب الامكانيات اللي معاكي. مش عايزه تعمليها بلبن تقدري تعمليها بشوربه بس. بما اننا احنا صارفين ومكلفين، هنحط بقى رق اللحمه ونحط عليه برضو ايه البشاميل. نحط اللحمه بتاعتنا، تقدري تعملي بنص لحمه، بربع، بصدق، اللي انت عايزاه. تمام، وحسب امكانياتك. وهبدا بقى احط المكرونه. انا هنا حطيت حوالي 700 جرام من المكرونه على الصينيه، نص تحت ونص فوق. تمام، 350 جرام مكرونه قلم و350 جرام مكرونه فوق، يعني النص اللحمه، وما بينهم البشاميل. هنا بقى كتري وبلاش تستخسري. دي مهمة جدا. البشاميل تغطي المكرونة تبقى زي كده، واحطها في الفرن. وهنا هعمل الصينية التانية برضو نفس الحكاية، كبشتين بشاميل، بس عشان ما اطولش عليكم يعني هعملها ايه في الاستخبص كده مع نفسي، يعني عشان ما اخدش من وقته. تمام. هنا بقى حطيتها في الفرن، اتشمعت، دخلت على السوا. اوعي تحطي الموتزاريلا في اول ما تدخليها الفرن، لانها هتحمر وتتحرق معاكي قبل ما المكرونه تستوي. احنا هنا حاطين المكرونه نيه، لازم تستوي 3/4 سوا. بعد كده تطلعيها لما تشمع، تحطي الموتزاريلا وتدخليها الفرن تاني. تمام كده، سوا درجة حرارة 180 الرف الوسطاني. عايزة اقول لك طالعة تحفة 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 خطيرة. يعني الموتزاريلا انت بتطلعيها 3/4 سوا، تحطي الموتزاريلا وتدخليها الفرن، على وبتطلع طول معاكي كده بالشكل مزقوف على ده. بطنك. خطيرة، من احلى المرات اللي عملت فيها بشاميل. اوريكي دلوقتي المكرونة هي قد ايه مستوية وتحفة. ولو وصلتي معايا لحد هنا يا قمر، ما تنسنيش لايك، متابعة، اشتراك، شيري على قد ما تقدري. وهنا كان ابني بقى بيرخم عليا شوية، بس يعني طبعا انا بصور لازم اقطع الاول قدام الكاميرا، مش هدي لحد ياكل، ممنوع الاقتراب او التصوير الا لما اخلص. شايفين الجمال؟ والمكرونة هي قد ايه مستوية وتحفة، يعني ما فيهاش اخر اللحمه ما تستوي معاكي حطي نص طماطمايه كده تطعميها بيها، بتبقى طعمها حلو. احنا انا ما بحطش الصلصه عليها، بس هي حقيقي خطيره. لو الفيديو عجبك لايك، متابعه، اشتراك، شيري على قد ما تقدر. انما بقى لو ما عجبكيش ما تحطيش اي حاجه وما تعمليش اي حاجه. تمام. هنا كان بقى مصبرش والصينيه اتزوعت. اتمنى يكون الفيديو نال اعجاب.